فاطمة، أبدأ من تقرير للتلفزيون النمساوي والذي جاء تحت عنوان 23 قتيلا في اشتباكات في صعيد مصر. ماذا يقول هذا التقرير؟ تحدث التقرير بعنوان 23 قتلى في اشتباكات في صعيد مصر على الموقع التلفزيون النمساوي ORF. تسببت الاشتباكات بين قبيلتين في حصيلة كبيرة من القتلى والمصابين، ما دفع محافظ أسوان انه يرسل طلب قوات من الجيش، قوات مساعدة، لان الشرطة لم تستطع مقاومة تلك الاشتباكات وحدها منفردة، ولضبط الوضع الامني وانها تسيطر على الموقف بعد فشل الشرطة في السيطرة على الاحداث. وشهود عيان لوكالة الانباء الفرنسية والأسوشيتد بريس قالوا ان الاشتباكات المسلحة اندلعت بين عيلتين، عيلة النوبية والهلالية، اللي بيقولوا انها الهلالية من اصل عربي، بأمس الجمعة وظلت حتى اليوم لفجر السبت. الاشتباكات مستمرة، كان بدأوا حتى في الأخبار كان قال امبارح إن هم 17، النهاردة كانوا 23، والاشتباكات كانت بسبب عبارات مسيئة كتبوها على الجدران للعائلتين، وخاصة أن وحصل بعد الاشتباكات التشابك بالألفاظ المشينة على الجدران، حصل اقتحام للمدارس، تشابك بالايدي الاول وبعدين تطاول الى استخدام الاسلحه واقتحموا المدارس وحاولوا الفك بالطلاب على حد قول التقرير، وتطورت المشاجره بعد كده للاسلحه الناريه اللي نتج عنها قتلى من الطرفين 23 و70 جريح، او فيما تقارير اخرى قالت ان هم 50 وتقارير قالت 35. السيسي كان زار اسوان قبل الاشتباكات دي بساعات، وطبعا هو عنده تدعيم كبير من اسره العائله النوبيه. نعم. لا، النوبيه، الهلاليه اللي من اصل عربي مش بتدعمه. فالمشاكل جت من كده، ان بيلوم، وكمان بيقولوا السكان المحليين قالوا كده لوكالات الانباء ان هم بيلوموا قوات الشرطه على عدم تدخلها، حتى تفاقمت المشكله الامنيه، كانت بادئه بسيطه جدا وكان ممكن حلها، لكن الاوضاع عدم وجود الامن والفوضى الامنيه حدث الاشتباكات، وحتى وصلت لهذا العدد الكبير من القتلى، وان هي لم تسعفهم ابدا ولا تؤمن المدن السياحيه المهمه، ولم تجمع الاسلحه ابدا غير المرخصه. نعم فاطمة، رغم